اللي أنا شفته بعيني ده مستحيل يكونوا بشر، دول شياطين طالعين من تحت الأرض. إحنا وقعنا في الفخ ومفيش أي مخرج من هنا. سامع الصوت ده؟ هما بيعملوا الدوشة المرعبة دي عشان يغطوا على صريخ الضحية ومحدش يسمعها وهي بتموت. والأغرب من الخيال إن كل اللي هتشوفه ده حصل بجد ومكتوب بالحرف في مخطوطة عربية عمرها 1000 سنة. بص يا سيدي، الحكاية بدأت من بغداد، الدنيا هناك كانت منورة وزي الفل، والخليفة المقتدر بعت أحمد بن فضلان مشوار سريع كده لملك الصقلبة. بس اللي محدش عمل حسابه بقى إن الخريطة دي هتولع والسكة هتروح في حتة تانية خالص وهتوديهم في داهية وسط كابوس عمرهم ما شافوه. من حر بغداد للتليج اللي بيقطع الجلد مشوا آلاف الأميال لحد ما وصلوا أرض الصقلبة، المكان اللي الليل فيه أطول من العمر. وفجأة على شط نهر الفولجة ظهر الرعب الحقيقي، مش بشر، دول وحوش في شكل بني آدمين عمالقة، حرفياً عمالقة واقفين هناك. دول مش بشر طبيعيين، دول عاملين زي النخل، جسمهم أحمر ضخم وشايلين ترسانة سلاح معاهم ليل نهار، ما بيسيبوش الفاس من إيدهم لحظة واحدة. ومن ضوافر رجلهم لحد الرقبة جسمهم كله مرسوم عليه شجر ورموز غريبة بلون أخضر غامق، تحس إن جلدهم نفسه محروق بالرسمة دي. المصيبة بقى ما كانتش في شكلهم دي، كانت في نظافتهم. بيجيبوا طبق مية واحد الصبح وكله يغسل فيه ويبصق ويمخط فيه ويبعتوه للي بعده بنفس القذارة. وابن فضلان اللي جاي من عز ونظافة حمامات بغداد ما كانش مصدق عينه، وكتب في مذكراته بالحرف الواحد جملة عمرها ما تتنسي: هم أخزر خلق الله. الرحمة ملهاش مكان عندهم، لما زعيمهم تعب رموه في خيمة بعيدة لوحده وسابوا جنبه شوية عيش ومية ولا حد بيسأل فيه لحد ما يموت لوحده زي الكلب المجرم. واللي ممشيه الليله دي كلها عجوز شمطاء مرعبه بيسموها ملاك الموت، هي اللي بتؤمر وتنهي في القبيله، وهي اللي بتختار مين هيموت ومين هيعيش. المصيبه انهم سالوا مين عايز يموت معاه، فقامت واحده رفعت ايدها وقالت انا، وبكده قطعت لنفسها تذكره ذهاب بلا عوده للجحيم. فضلت تشرب وتغني وتضحك كانها في فرح، وما كنتش دريانه انهم بيسقوها كاس الموت عشان تروح برجليها للمذبحه وهي مغيبه تماما عن الدنيا. شالوها ودخلوها الخيمه المشؤومه اللي فوق السفينه وسلموها بايدهم للعجوزه اللي قاعده جوه مستنياها عشان تخلص عليها وتنهي الحكايه. وفي اللحظه دي بداوا يخبطوا على الدروع بتاعتهم بجنون وعملوا دوشه مرعبه عشان يغطوا على صوت صريخ البنت ومحدش يسمع استغاثتها الاخيره. اغرب حاجه ان اللي ولع النار كان اقرب واحد للميت، وخرج عريان خالص وماسك شعله نار وفضل ماشي بظهره ناحيه السفينه وهو بيبص للناس مش للسفينه. وفي ثواني السفينه كلها ولعت وبقت كتله جحيم بتنور ليل الغابه، وهم واقفين يضحكوا وفرحانين ان النار اكلته بسرعه، وده معناه ان الالهه راضيه عنه. ووسط النار دي قرب واحد منهم لابن فضلان وهو بيضحك وقال له من خلال المترجم: انتوا يا معشر العرب اغبى ناس شفتهم على وجه الارض. قال له احنا بنحرق اعز الناس لينا عشان يوصلوا لربهم في لحظه، لكن انتوا بتدفنوهم في التراب وتخلوا الدود والحشرات ياكلوا لحمهم ببطء. بعد المنظر المرعب ده ابن فضلان حس ان الدور ممكن يجي عليه في اي لحظه، فلملم ورقه وحاجته وقرر يخلع بجلده قبل ما العاصفه تقلب عليه. وهو بيبعد عن أرض الظلام كتب آخر جملة في حكايته وقال: لقد رأيت قوما لم يخلق الله مثلهم في البطش، اللهم نجنا من شرورهم.